الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ينشر تغريده عبر حسابه الرسمي في تويتر كتب عليها: المنتخب العراقي يتربعون على قمة العرش. رسميا، منتخب العراق يواجه منتخب كوريا الجنوبية بمباراته المقبلة قبل بداية كأس آسيا. العراق لو حقق الفوز هنالك إمكانية كبيرة للتقدم بالتصنيف العالمي، وربما سيصل للمركز 59 عالميا. خاص لاعبو القوة الجوية والشرطة الدوليين من المطار إلى الكوت تحضيرا لقمة الديربي يوم غد الخميس على ملعب الكوت الأولمبي. نشأت أكرم للكأس كاساس أحد أبطال هذه الجولة من التصفيات فاجأ الجميع بطريقة اللعب. خاص رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال يطالب اللاعبين المحترفين بفتح حسابات في المصارف العراقية للحصول على مكافأة الفوز بسعر الصرف الرسمي. رسميا، المنتخب الوطني يرتقي مركزين في تصنيف فيفا لشهر تشرين الثاني ليستقر في المركز 64 برصيد 9.89 نقطة. رسميا، خافي تيباس يقدم استقالته من رئاسة رابطة لا ليغا الإسبانية. بغض النظر عن الاستقالة، الشراكة مع الاتحاد العراقي قائمة فيما يخص دوري نجوم العراق عاجل بعد انتهاء استحقاق المنتخب الوطني. المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة يستعد لعقد اجتماعاته لحسم مواضيع مهمة مؤجلة، وأبرزها تشكيل لجان اتحاد الكرة بعد حلها. حسم الشركة المجهزة لقميص المنتخبات الوطنية. الإماراتي عبد الرحمن أبو عوف لهاتريك كاساس جعل اللاعب العراقي البديل بجودة اللاعب الأساسي، وهذا لم يحدث من قبل مع المنتخب العراقي وكل منتخبات الخليج.